ايه ياض يا احمد يا فتوح اللي انت لابسه ده؟ انت جاي حفله في الساحل ولا جاي تشتغل غفير؟ وبعدين يا ابني ده الجو حر موت. ده انا مش طايق الفانيلا والشورت اللي انا لابسهم دول، وانت جاي لابس لي بالطو. مش انت اللي قعدت تقول لي اتنكر اتنكر علشان محدش يعرفك هناك؟ واديك اول ما شفتني عرفتني على طول. يا خسارة الفلوس اللي راحت في البلطو. ده انا مأجره الساعة ب 250 دولار. ليه يا اخويا بالطو مارادونا؟ وبعدين انا قلت لك اتنكر من وشك مش من جسمك. يعني اللي هيشوف وشك وانت لابس البلطو هيعرفك. يعني كنت ركبت شنب ولا حلقت زلبطه؟ المهم مش مشكله. عملت ايه في بقى الخطه اللي قلت لك عليها؟ عيب عليك، كله تحت السيطرة يا باشا. انا رحت النادي وقلت لهم ان عمي تعبان في المستشفى وبيعمل عملية ولازم ابقى معاه، وخدت منهم سلفة 500 ألف على اساس ان انا هدفع فلوس العملية وكده. تصدق انك عيل ندل؟ يا ابني انا مش قلت لك تجيب مليون؟ انا 500 وانت 500. ده المصاريف هنا في الساحل تقيلة قوي. ده انا رحت اجيب ازازة مية قلب 1100 جنيه. ليه يا عم؟ هي مية زمزم؟ وبعدين مليون ايه اللي كنت عايزني اجيبه؟ دول كانوا عايزين يدوني 50 ألف بس. لولا حلفت بالطلاق انهم لو ما ادونيش ال500 ألف لا هروح العب في الاهلي، فراحوا صرفوا لي الفلوس على طول. ماشي يا عم فتوح يا فتوة. طب بالمناسبة دي احب ابشرك بقى ان في حد صورني انا وانت ونزل الصورة على الفيس، ومصر كلها عرفت انك في الساحل والدنيا مقلوبة عليك هناك. يا نهار اسود، منك لله يا امام يا عاشور. انا عارف ان اخرتي في الزمالك هتبقى على ايدك. دول هيطلعوا القديم والجديد عليا، وخصوصا بعد حركة ال500 ألف اللي أخدتهم دول. بقول لك إيه، أنت اللي حطيتني في الورطة دي ولازم تخرجني منها. أدينا بقول لك أهو. خلاص يا عم ما تقعدش تولول بقى. ايه الحل يا واد يا امام؟ ايه الحل؟ بس انا جاتني حته فكره مية مية. بص يا معلم، اللي هيغني في الحفله دي الاستاذ راغب علامه. فانت هتقول لهم ان هو يبقى عمك اللي هو يعمل العمليه، وانت جيت الساحل علشان تطمن عليه. ايه رايك؟ يا عم أنت بتستهبل. إزاي يعني يبقى عمي؟ هو اسمه راغب علامة وأنا اسمي أحمد فتوح. هيبقى عم بالتبني مثلا؟ وبعدين ما فيش حد بيعمل عمليات في الساحل. ده بتوع الساحل بينزلوا يتعالجوا في القاهرة. لا يا عم، شوف لي حل تاني. بقول لك ايه، لا تاني ولا تالت، اسمع اللي بقول لك عليه. وبعدين ما انا عملتها قبلك لما كنت في الزمالك وحصل نفس الحوار، بس ساعتها كان عمرو دياب في الجونة، وقلت لهم ان جوز خالتي والموضوع عدى. ماشي يا عم إمام، مضطر أسمع كلامك. وبعدين تعالى هنا، أنت مش قايل لي إن عمرو دياب هو اللي هيعمل حفلة الساحل السنة دي؟ وخلتني حجزت تذاكر VIP، وفي الآخر يطلع لي راغب علامة. يا ابني ما انت ما تعرفش اللي حصل. اصل عمرو دياب خاله تعب فجأة وودوه مستشفى العالمين، فراح اعتذر عن الحفلة وجاب مكانه راغب علامة.